يا جماعة كله على دماغي. أنا لو ما كنتش موجود هنا أهو كانت كل حاجة وقفت، الشغل والفواتير وحتى الحوض ما يحبكش معايا غير إنه يتسد غير يوم أجازتي. أنا لو ما كنتش راجل بجد كنت زماني هربت وسبتكم تولعوا بقى. هربت؟ يا سلام، ما انت على طول هربان. هو انت فينك انت يا راجل انت؟ ما أنا بضحي عشان مين؟ ما كله عشانكم انتوا. أنا الشمعة اللي بتولع عشان الكل هنا أهو. بس يا بابا النور كان قاطع امبارح. ما هو أنا البديل يا ابني، أنا المولد هنا أهو. مولد ايه يا حبيبي؟ ده انت صوتك بيختفي لما فاتورة الكهرباء بتيجي. ماشي اتريقوا براحتكم عليا، عموما أنا اللي شايل البيت ده على كتفي بس محدش مقدر. تحب اعمل لك كوباية شاي تاني يا بابا؟ ده بطل الصغير زي بالظبط لما كنت في سنك يا ابني. انت برافو عليك، انت راجل بجد. راجل ايه ده وهو لابس سترينج على سبايدر مان؟ يا ابني انت شايف امك بتعمل فيا ايه؟ انا غلطان اني بحبها زياده وعايل همها؟ قول لي بصراحه، انا فعلا راجل وحش؟ لا يا بابا انت كويس، متقلقش، هي بس متوترة شوية. انا هكلمها واقنعها وهديها، متقلقش، واقول لها ان ما تزعلش منك. انت الوحيد اللي فهمني في البيت ده يا ابني. انت برافو عليك، انت راجل بجد. انت المصلح الكبير بتاع البيت ده. كان بيقول لي انت راجل البيت، بس ما قاليش ان الراجل اللي بيصلح دايما بيتكسر الاول. يلا يا ولد كفايه لعب، خليك راجل زي ابوك كده. ربنا يخليك يا ابني، انت دلوقتي راجل البيت. انت بطلي، برافو عليك. من ساعتها وانا كل ما حد يتخانق اجري اصلح، كل ما ماما تزعل اجري اقول لها بابا ما يقصدش. كبرت وانا شايل الكل، بس عمر ما حد سالني هو انت عامل ايه، عايز ايه، تحب تلعب ولا ما تلعبش، تحب تروح السينما. عامل ايه يا بطلي؟ احكي لي انت يا هند، طمنين عليك يا حبيبتي الاول. انا بخير. وانا بخير طول ما انت بخير يا حبيبتي. ايه يا عم شعار شركات التأمين ده؟ انا يا حبيبتي اهم حاجة عندي اديكي طمأنينة. انا ما بحبش اخدها. انا الراجل يا حبيبتي. بس انا مش طالبة مساعدة، انا بس بحكي لك واشكي لك يا بطلي. ما تقلقيش ابدا وانا جنبك، انا هحلها دايما. انا متعود اشيل كل حاجة، حتى المشاكل اللي مش بتاعتي يا حبيبتي. ونقول مسا مسا على الناس الكويسة والمسهوكة والمتفزلكة. في فيلم اسمه باتش آدمز، وبطل الفيلم ده دكتور غريب شوية. هو ما كانش بيلبس بالطو وسماعة زي ما احنا عارفين، ولا كان يقعد يتكلم بلغة صعبة مش مفهومة، ولا يكتب روشتات تقيلة. هو كان استراتيجيته انه يضحك المرضى بتوعه، فكان بيلبس مناخير مهرج، وكان دايما يقول الضحك ده علاج. كل الناس حبوه لدرجة انهم قالوا عليه ده ملاك الرحمة. بس لما ترجع لأول الفيلم تشوف الحقيقة اللي محدش شافها، الراجل ده قبل ما يبقى دكتور كان مريض، ودخل مستشفى الأمراض النفسية بعد ما حاول ينتحر. ولما شاف الناس بتتألم حواليه حاول يساعدهم، والأول مرة يحس إن هو مفيد للي حواليه. ومن وقتها قرر إنه ينقذ العالم. بس الغريب إنه كل ما كان ينقذ حد هو اللي كان بيتكسر. وفي آخر الفيلم بيقف في جنازة واحدة من اللي حبهم بجد ويسأل نفسه هو أنا غلطت لما حاولت أصلحها؟ في الحقيقة هو ما كانش بينقذ الناس عشانهم، لكنه كان بيعالج نفسه فيهم ومن خلالهم. وده يا فزلوك الصغير أول ملامح المنقذ في المسرحية بتاعتنا اللي اسمها مثلث الدراما اللي هنتكلم عنه النهاردة. ما تنساش يا فزلوك الصغير تعمل لايك وشير للفيديو دوت، وسبسكرايب لو بتشوف قناتي على يوتيوب. لحسن اوديك مستشفى العباسية بجد. يلا قوم جهز لك فنجان اسبريسو دبل شوت، وما تنساش تجيب لي واحد معاك، ولا اقول لك خليها المرة دي كاس عشان ننسى. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقة جديدة من برنامج فزلكة وشوية دردشة، اللي بنناقش فيه امور روحية ونفسية واجتماعية. المرة دي هنتكلم عن دور مهم جدا من ادوار مثلث الدراما اللي هو دور المنقذ. المنقذ ده في الواقع هو مش بيعيش حياته ولا قصته، هو بيعيش حياة ناس تانية وقصة ناس تانية، وللأسف بيفتكر ان ده عطاء. بس يا فزلوك الصغير، المنقذ ما اتخلقش كده. في الواقع المنقذ اتربى كده، يعني بالفطرة محدش فينا اتولد وشايل الدنيا على كتفه. بس في منهم يا فزلوك الصغير اللي أمه سلمت ليه شهادة ميلاده ومعاها عقد عمل في هيئة الإنقاذ الوطنية. وأليس ميلر بتأكد في كتابها The Drama of the Gifted Child إن الطفل اللي بيلعب دور المنقذ بيتعلم من بدري قوي إن قيمته هويته، مش في هو مين، لكن بيقدم إيه وبيعمل إيه للناس. ويتعلم كمان إن الحب ده بيكتسب مش بيتمنح، وإنه لو وقف دقيقة يفكر في نفسه هيخسر كل الناس اللي حواليه. يعني البيت يا فزلوك الصغير اللي ما فيهوش سوبرمان بيطلع منه سوبرمان نفسه من الراحة. المنقذ
في الغالب طفل اتربى في بيت محتاج بطل، اب متعب، ام مرهقه، او اخواته دايما في ازمه، فقرر من غير ما يقصد انه يبقى المصلح الرسمي وحلال المشاكل لكل دول. ومن ساعتها اتبرمجت دماغه على فكره بسيطه: انا لازم اخلي الناس كويسين عشان استحق منهم الحب. تلاقيه من هو صغير هو الطفل المثالي في كل مكان، اللي بيصالح باباه ومامته بعد كل خناقه، وبيفهم مشاعر الكل، وبيتنازل عشان البيت يفضل ساكت مش هادي، اللي ياخد المبادرة انه يساعد صحابه في المدرسة وهو في ابتدائي يحل لهم الواجب ويديهم ساندويتش من عنده، واللي ممكن يساعد حد يغش في الامتحانات. الناس كانت بتقول عليه واعي وناضج واكبر من سنه، بس الحقيقة يا فزلوك الصغير هو طفل صغير لابس بدلة اكبر منه ب5 مقاسات، بيمشي بيها في جنازة طفولته وهو فاكر نفسه انه لابس طقم العيد. المنقذ بيبدأ حياته كأنه إسفنجة يمتص وجع الكل لحد ما يتشبح هو بالوجع ويغرق. ومن بدري بيتعلم 3 دروس غلط جدا: 1، لو الناس مبسوطة أنا تمام. 2، لو حد زعلان فدي مسؤوليتي. 3، ولو أنا طلبت حاجة أبقى أناني. ويتعلم إن قيمته هويته من مساعدة غيره. ومن هنا بس اللعبة بتبدأ. للأسف لما بيكبر بيتحول لحاوي مشاعر متناقض، كل الناس حواليه عندهم وجع. وده يا فزلوك الصغير لب الموضوع: انت مش منقذ، انت في الواقع متورط في ادمان الانقاذ. كل مره بتساعد فيها حد بتطبطب على الطفل اللي جواك اللي عمره ما اتشاف. ميلودي بيتي في كتابها كودي بندنت نو مور سمت ده ادمان الانقاذ، وقالت جمله عبقريه جدا: اننا بننقذ الناس مش لانهم محتاجين، لكن لاننا مش قادرين نستحمل نحس بالعجز. المنقذ دايما بيهرب من وجعه بمحاولة إصلاح وجع الغير، عشان كده مش هنستغرب إن المنقذ هنا هو بيدور على ضحية عشان يلعب دوره كويس. هو مش بيحب الناس السليمة واللي ما عندهاش مشاكل، هو بيحب الناس اللي محتاجينه وعندها مشاكل وأزمات عشان يفضل طول الوقت حاسس إنه مفيد وليه لازمة. اللي بيشيل الكل ويساعد الكل بس مش قادر يشيل نفسه ويساعد نفسه. اللي بيقدم تضحية وعطاء للكل كوسيلة نجاة مش كفضيلة نابعة من جواه. اللي بيحس بالذنب لو ما ساعدش حد ويشعر بالفراغ لما ما يلاقيش حد محتاجه. الباحثة روبن نوروود قالتها ببساطة في كتابها Women Who Love Too Much: لما الاحتياج يبقى مخدرك الحب وقتها بيتحول لإدمان. وده بالضبط اللي بيحصل مع المنقذ، هو مش بيعشق ويحب الناس، هو في الواقع مدمن إحساس إنهم محتاجينه. هو عامل دايما يا فزلوك الصغير زي دكتور الطوارئ العاطفي اللي دايما اون كول، بس هو عمره ما بيدخل غرفة العلاج بتاعته. خليني أسألك كام سؤال بسيط يا فزلوك الصغير عشان تكتشف نفسك انت فين. لو اغلب اجابتك ايوه فغالبا انت مش محتاج تشخيص، انت محتاج بس راحة. قد ايه بتحس انك مسؤول عن مشاعر الناس التانية اللي حواليك؟ يعني لو حد زعلان تحس انك انت السبب بدون ما تعمل له اي حاجة؟ عمرك قلت بصدق تمام انا كويس، بس من جواك في صرخة ألم رهيبة بس خفت وقتها تتقل عليهم؟ بتقول نعم في الوقت اللي جواك بيصرخ وعايز يقول لأ؟ يعني كأنك يا فزلوك الصغير نايب في مجلس الشعب ولازم تقول نعم. لما بتشوف حد بيعمل حاجة غلط بتحس انك لازم تصلحه، كأنك بالضبط الميكانيكي الرسمي لعواطف البشر. لما بتحاول ترتاح بتحس ان في صوت جواك بيقولك ازاي ترتاح وفي حد تاني تعبان او زعلان، قوم شوف له حل. المنقذ يا فزلوك الصغير اول ما يفكر انه يرتاح دماغه تقول له مبروك انت بقيت اناني رسمي. بتحس ان قيمتك مرتبطة بقد ايه انت بتساعد الناس؟ يعني لو محدش احتاجك بتحس انك بلا معنى وبلا قيمة. ولما بتحصل مشكلة بتاخد المبادرة انك تحلها اول واحد حتى لو محدش طلب منك ده، عشان بس الناس تشوفك وتحس ان ليك قيمة. ولو حد بعت رسالة على الواتساب جروب بيسأل عن حاجة معينة انت اول واحد بترد على الرسالة دي عشان تبين للناس انك عارف كل حاجة، ووقتها بتحس بنشوة غريبة جواك. ميلودي بيتي في كتابها كودي بندنت نو مور قالت كمان احنا نبان ان احنا اقوياء لكن في الحقيقة احنا خايفين جدا لتنهار كل حاجة حوالينا لو وقفنا دور الإنقاذ. عشان كده يا فزلوك الصغير الشفاء مش إنك تبطل تساعد الناس، الشفاء الحقيقي إنك تبدأ تساعد نفسك الأول. يعني يا فزلوك الصغير لو أنت في الطيارة والطيارة بتقع ما تلبسش ماسك الأكسجين للي جنبك الأول، أنت البسها وخد نفس وبعدها شوف مين لسه عايش ممكن تساعده. ولو بتفكر يا فزلوك الصغير تبعت الحلقة ديت لواحد صاحبك وتقول له شوف ده أنت، فمبروك ليك، غالبا أنت بتلعب دور المنقذ بنفسك. بس لو عملت ده بجد وبعتها له هقول لك برافو عليك وهديك حاجة حلوة. استناني يا فزلوك الصغير الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج فزلكة وشوية دردشة، واللي هنكمل فيه رحلة الشفاء من دور المنقذ
ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت وسبسكرايب لو بتشوفني على قناتي على اليوتيوب.